ابو الاغرام اوعى تكون بتغفلنا يا اسطى. النهارده نادي الزمالك بيخسر من بتروجيت 2-1 2-1 وصفقاته ظهرت تمام. بس انا بقعد افكر كده، يمكن ابو الاغرام بينيم الكل. ما قال لك بتوع الطموح امبارح اللي انا هلعبهم كسبوا 18، ما انا مش عاوز ابين كل قوتي. وخلي بالك ان نادي الزمالك النهارده هحكي لك على تفاصيل المباراه، هحكي لك على تفاصيل الماتش الودي اللي اتلعب النهارده نادي الزمالك امام بتروجيت يا برنس. ولكن ما تنساش بس كده اللايك بتاعك وصلي على سيدنا محمد، ولو انت مش متابعنا تابعنا يا برنس. نادي الزمالك النهارده كان بيلاعب بتروجيت، مش انا قايل لك خطه الماتشات الوديه لنادي الزمالك تمام. النهارده نادي الزمالك كان بيلاعب بتروجيت يا برنس. التشكيله معظمها كده ما كانتش اللعيبه الاساسيه عامه يعني. ده كان محمود الشناوي في حراسه المرمى. كان عندك بقى ايه، سيبك بقى من كل التشكيل، انت تركز على 2 لعيبه. فتوح النهارده بدأ اساسي، بس فتوح لعب في مركز مش مركزه. فتوح النهارده لعب في مركز نص الملعب. لعب فين؟ في نص الملعب. جوميز عنده افكار ناحيه فتوح ان هو يستخدمه في نص الملعب تمام. فهو عمال يفكر ممكن ان هو يستخدم فتوح اللاعب رقم 6 في نص الملعب. هل ما هو برضه الحته اللي عملها دي قبل كده مين عملها؟ اسوريو. اسوريو المخترع ده كان بيلاعب فتوح في نص الملعب. فجوميز النهارده في ماتش بتروجيت كان بيجرب التركايه دي، بيلاعب فتوح في نص الملعب. وعندك بقى مين اللي كان بيلعب التاني الصفقه؟ اجاريا. اجاريا النهارده كان بيلعب حته انجليزي، ايه انجليزي يعني تمام. فنادي الزمالك النهارده خسر 2-1. ولكن لو جيت بصيت يعني ولا زيزو كان بيلعب ولا شيكابالا ولا الناس دي كلها، هو بيجرب. جوميز بيجرب حاجه، الحاجه اللي هو بيجربها ايه الله اعلم، بس هو بيجرب بحاجه هيفاجئ بيها. يعني هيفاجئ بيها انا ما اعرفش. ولكن نادي الزمالك النهارده خسر امام بتروجيت تمام. الواد اجاري النهارده لعب وبان. وخلي بالك نادي الزمالك عمال يجرب في الصفقه وبيشوف وبيلعبوا ماتشات وديه بعد ما عدى الكشف الطبي وكل الكلام ده كله عشان يتاكد يا باشا ويبصم بال10 على الصفقه. يبصم يقول له ايه يا باشا احنا جايبينك نجربك شغال. بس الواد النهارده ايه الكلام اللي كان واصل ان الواد النهارده كان بيلعب كويس جدا جدا في ماتش بتروجيت تمام. فنادي الزمالك بيستعد. امبارح نادي بيراميدز كان بيلاعب فريق تركي ده ولا ايطالي، كسبوا 18. ما هو برضه ده كمان بيستعد للزمالك. فالزمالك بيستعد لبتوع الطموح، فكسب النهارده ايه خسر النهارده 2-1 تمام. فبدا الاهلي هيلعب بكره باذن الله مع حرس الحدود. الاهلي هيلعب بكره باذن الله مع حرس الحدود. كل ده بقى ايه في اطار استعدادات الانديه المصريه للسوبر المصري. ونادي سيراميكا هو كمان رايح هناك في تركيا بيعملوا معسكر قصدي في الامارات، وهيلعب هو كمان نادي سيراميكا 3-4 ماتشات هناك ودي عشان بيستعد للسوبر. نادي الزمالك ده اول ماتش. واللي عجبني فقلت اقول لك على التركايه، التركايه اللي عملها جوميز ان هو لاعب فتوح في نص الملعب يا برنس. واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.